السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهاردة حلقة جديدة من قناة بناتي حياتي هنعمل فيها النايتي بأقل تكلفة. البيض غالي وولادك نفسهم ياكلوا حاجة حلوة. تعالي اقولك ممكن تعملي ايه ببيضة واحدة بس تقدري تأكليهم اي حاجة حلوة وكمان اقتصادية. هنعمل النهاردة النايتي، تعالي اقولك هيتعمل ازاي. قبل ما نبدأ هنقول بسم الله. يلا بينا نشوف المقادير. معانا كوبايتين من الدقيق، ومعانا ربع كوباية زيت، ونص كوباية سكر، وكوباية لبن، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعانا طبعا الفانيليا ورشة الملح، وبيضة واحدة. هبتدي اضرب البيضة مع نص كوباية السكر. السكر ده سكر حبيبات عادي، مش سكر ناعم ولا باودر. وهحط معاهم الفانيليا. وبعد كده هضربهم بالمضرب اليدوي، ضرب جامد لغاية لما اللون بتاعهم يفتح ويبقى ابيض. وبعد كده هشتغل بالمضرب الكهرباء. بعد كده هنزل بربع كوباية الزيت واكمل ضرب. بعد كده لقيت البولة اللي انا بضرب فيها حجمها صغير، فبدأت انقلها في بولة حجمها اكبر عشان اعرف احط المكونات كلها واضرب براحتي. وبعد كده بدأت انزل بكوباية اللبن وكملت ضرب لغاية لما الخليط كله يتجانس مع بعضه. وبعدين بنزل بكوبايتين الدقيق اللي احنا نخلينهم كويس قوي، وحاطين عليهم معلقة من البيكنج باودر وذرة الملح. ده شكل القوام اللي احنا عايزينه، بيبقى لا هو تقيل ولا هو خفيف، بيبقى بالمنظر ده. بعد
كده باخد مقدار معلقتين او 3 معالق تقريبا من الخليط، وبحط عليه معلقتين من الكاكاو وعليهم معلقتين من اللبن، وبقلبهم كويس. هقوم مجهزة الصاج بتاعي ومبطناه بحتة سمنة، ودهناه بحتة سمنة، ومبدراه بالدقيق، وبعد كده احط الخليط بتاعي واسويه من كل الجوانب. بعد كده هجيب الخليط اللي انا عملته بالكاكاو وهحط منه في كيس، واخرم الكيس بتاعي وانزله بشكل عشوائي، وبعد كده اجيب الخلة امشي عليه بشكل عكسي كده، هيديني الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. بعد كده بدخل الصاج بتاعي في الفرن في درجة حرارة متوسطة 180 لمدة 10 دقايق. هي بتستوي بسرعة متاخدش وقت. وبعد كده بشغل الشواية عليه عشان تدي بس اللون الذهبي من فوق. وبعد كده أول ما بتطلع بسيبها تبرد شوية، وببتدي بقى أقطع الزوايد من الجوانب، وهبتدي أقسم الصاج بتاعي على نصين. نص منهم هقلبه على الظهر، بحيث ان الوش عندي هو الشكل المزخرف، والتاني من الزخرفة من تحت. زي ما احنا شايفين الكيكة هشة وطرية. هنبتدي نحشي في النص مربى او اي حشوة تحبوها، بس النايتي بيبقى محشي في النص مربى باي نوع. وبعد ما احشيها المربى واوزعها بشكل كامل في كل من الاطراف وفي الوسط، هبتدي احط الجزء التاني عليها، وهبتدي بعد كده اقسمها حوالي كل 2 سنتي، بقسمها قطع يعني على قد حجم النايتي. وده بيكون الشكل النهائي للنايتي، يعني ما يفرقش عن الجاهز كتير. انتي عملتيه في البيت بشكل صحي وآمن على اولادنا، وكمان بشكل اقتصادي ما كلفناش الا بيضة واحدة بس. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بالشير واللايك والسبسكرايب. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا وشفا.